فات الطب باش تروح ديروا كل الحقيقة هذه. السلام عليكم. انهيار صدمة الإعلام الجزائري بعد تكريم رئيس الويفا حكيم زياش باختياره أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لحكيم زياش فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق اللاعب المغربي حكيم زياش في مباراة غلطة سراي أمام مانشستر يونايتد، والذي أنقذ فريقه وأحرز هدفين وصنع آخر في المباراة التي اختاره الويفا كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. فقد نقلت شبكة لوزيرن السويسرية أن رئيس الويفا الإسكندر شيفارين كرم حكيم زياش وأهداه جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا تقديرا لما فعله مع فريقه أمام مانشستر يونايتد، وهذا الذي جن جنون الإعلام الجزائري حرفيا، حيث صرح المعلق الجزائري حفيظ دراجي وقال: حكيم زياش لا يستحق هذه الجائزة، وكان يجب إهداء هذه الجائزة إلى اللاعب الفرنسي مبابي الذي أنقذ فريقه أمام نيوكاسل. فأنا لا يعجبني إطلاقا اللاعب المغربي حكيم زياش، فمستواه أقل من العادي، ولدينا لاعبين جزائريين أفضل منه كرياض محرز ويوسف البليلي، فالمغاربة يسخرون من المنتخب الجزائري، وأنا أقول لهم أتمنى مواجهة المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب الجزائري، لأنكم سوف تذوقون العذاب من الجزائريين، وسوف يتم إقصاؤكم على أيدي الجزائريين. فيما دخل على الخط المحلل الجزائري علي بن شيخ وقال: أنا لا أفهم لماذا العديد من المحللين الجزائريين دائما يتطاولون على المغرب وعلى اللاعبين المغاربة بالرغم أنهم يحققون إنجازات لا بأس بها. فأنا أندهش من حقد حفيظ دراجي على المنتخب المغربي وعلى اللاعب حكيم زياش، فحكيم زياش هذا أحرز هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، وحول تأخر فريقه إلى تعادل، وأحيا آمال فريقه في التأهل إلى دور ال16. وأقول لدراجي: أنا كجزائري لا أريد مواجهة المنتخب المغربي، لأن الفروقات شاسعة بيننا وبين المغاربة. اعترفوا بالحقيقة يا جزائريين، ولا تسيسوا الأمور. المنتخب المغربي أفضل مليون مرة من المنتخب الجزائري، فهم تأهلوا إلى نصف نهائي كأس العالم، ونحن لم نتأهل من الأساس، وكنا نتغنى بالمنتخب الجزائري قبل أفريقيا بالكاميرون، وكنا نقول أن المنتخب الجزائري هو من سيفوز ببطولة أفريقيا، وبعد ذلك صدمنا أننا خرجنا من الدور الأول وانهزمنا من دول لم نسمع عنها في كرة القدم كغينيا الاستوائية وسيراليون. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.